اللي هي المسقعه بالبصل والثوم، جربيها مش اللي هي ام توم بس. دي كده هتحطي شويه زيت، وبعد كده هتروحي قطعه بصلايه هتشوحيها فيها تصفريها يعني. وبعد كده هتروحي نازله بكام فص ثوم كده، 3 فصوص ثوم، وتروحي نازله بصلصه الطماطم المضروبه في الخلاط. بس بعد ما ده كله كده ايه يتشوح تمام. وده هوت بحمر اهوت اللي هو اللهم صل على النبي البتنجان على النار. يعني تغيير يا جماعه، احنا زينا من الاكل كله. بس كده اما البتنجان يتقلى معايا اهو زي ما انتوا شايفين، ما تحاوليش بس تحرقيه. اهو انا مقطعه خرطت البتنجان، وكان عندي كام قرن فلفل كده، رحت مخرطه البتنجان والفلفل، ورشيت شويه ملح عليهم. وبعد كده ايه هقلل البتنجان واروح نازله فيه بصلصه الطماطم دي بس لما تتسبك. وكلي احلى بقى من مسقعه، بتبقى تحفه والله. ولو ترديني بقى جنبها عيش كده تخرطي بصل اللي يعجبك. اكله حلوه والله وطعمها حلو، طبعا تغيير عن الاكل بتاع كل يوم، احنا زهقنا كلنا. يلا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. واللي لسه بيشوف قناتي اتمنى يعمل لايك واشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس على الكل عشان كل ما انزل اي فيديوهات يوصل لكم. ولفوا لفه كده في القناه وقولوا لي رايكم ايه، وبشكركم جدا. والسلام عليكم وباي باي.